بتحكي صاحبة الحكاية النهاردة وبتقول: أنا اسمي أسماء وعمري 27 سنة، وأنا كنت عايشة مع أهلي. اتقدم لي واحد في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، بس أنا عمري ما شفته قبل كده، بحكم إنه هو كان على طول مسافر برا مصر. ما كانش في أي فرصة نشوف بعض، وهو كان عارفني عن طريق أهله، وإن هو كان سامع عننا كل خير سواء أنا أو أهلي، علشان كده جه واتقدم لي. وانا لما شفته قعدت معاه، ما لقيتش فيه ولا غلطة غير حاجة واحدة بس، ان هو شغله كله كان عبارة عن سفر. علشان كده كنت بقول اكيد هيغيب عني، ودي كانت مشكلة. لكن هو وعدني انه اكيد بعد الجواز هو هيستقر هنا في البلد وهيعمل مشروع وهيفضل فيه. علشان كده انا وافقت عليه. ولما سافر وقت الخطوبة كان بيكلمني في التليفون، بس هو كان بيزهق من الكلام. كان لما يروح الشغل من الصبح مش بيرجع غير بالليل، ويرجع يخش ينام. علشان كده كان شايف ان المكالمات دي تضييع الوقت وكلام على الفاضي. وانا كنت بحاول معاه طول الوقت ان هو يقرب مني زي ما انا بقرب منه، بس هو ما كانش بيتغير وكان بيفضل زي ما هو. بس هو لما حس اني انا متضايقه وممكن افركش الخطوبه، بدأ يقول ان هو اكيد هيتغير بعد الجواز، وان هو مش حابب المكالمات على النت، وان هو حابب الكلام يكون واضح وقريب احسن. وفضلنا مخطوبين لمدة سنة، وبعد كده اخد اجازة لمدة شهرين علشان ينزل فيها ونتجوز ونعمل الفرح وده اللي حصل. نزل في الاجازة واتجوزنا وقعد معايا شهرين 2 بس، وعدوا بسرعة جدا. وبعد كده ودعني علشان يسافر، بس هو كان وعدني انه في خلال وقت قريب جدا هينزل اجازة تاني. وانا كنت عايشة لوحدي في الشقة، وطبعا كنت حاسة بملل طول الوقت، وكل ما احاول اني انا اتكلم معاه كان يقول لي على طول بيكون مشغول او مش فاضي، وشايف انه كلام معايا مضيعة للوقت. علشان كده طول الوقت كنت حاسة بالملل وبالفراغ، كنت حاسة بفراغ عاطفي. لحد في يوم موبايلي باظ، وانا كنت لازم اروح اوديه محل تليفونات علشان يتصلف، لان ايام كانت تعتبر بقضيها على التليفون. انا اخدت التليفون من غير ما امسح اي حاجه من عليه، علشان انا ما كنتش عامله حساب ان ممكن يوم من الايام ان هو يفوز عليا. والتليفون كان مليان صور كنت بلبس البيت، وصور كنت بعتها لجوزي من غير اي حاجه، وكان عليها رسائل كتير ما بيني وما بين جوزي، وكنت بتدلع فيها على جوزي علشان هو يرد عليا وعشان يهتم بيا ويكلمني على طول ويحبني زي ما انا ما بحب. صاحب الموبايلات شاف كل صوري وشاف كل الرسائل اللي انا بيني وبين جوزي، فهو عرف طبيعة العلاقة اللي بيني وبين جوزي، وعرف ان جوزي مش مهتم بيا ودخلني من الحتة دي. بعدها بيومين لقيت رقم غريب بيتصل بيا، وفضل يقول لي كلام حلو ورومانسي، وانا على طول قفلت السكة. ويا ريت لو كان سكت على كده، ده كل شوية عمال يتصل بيا وبيبعت لي رسائل على الواتساب. والشيطان في الوقت ده لعب في دماغي وقال لي: انتي عمالة تتكلمي مع جوزك، هو مش بيسأل فيكي ولا بيعبرك ولا حتى في دماغه، وفي نفس الوقت في واحد تاني اللي بيتحايل عليكي علشان خاطر ان هو يتكلم معاكي، فأولى انك تسألي على اللي بيسأل فيكي. وفعلا بدأت أرد عليه، ومن هنا بدأ الشيطان يفتح لنا سكة، وفضل يقول لي كلام رومانسي وعرف يضحك عليا بالكلام ده، لحد ما فعلا بدأت أتكلم معاه. وهو كان عارف اني انا فاضية طول الوقت، علشان كده بقى يتصل عليا كل شوية، وبقى بينا مكالمات طويلة جدا. وهو كان بيتسلى بيا وكان بيفتخر باللي هو بيعمله، وكان قايل لكام واحد كده من صحابه يقول لهم: عارفين فلانة دي، انا بيني وبينها قصة حب كبيرة اوي ومكالمات يومية. فاللي حصل ان واحد من صحابه دول عرف بالحوار ده كله، وعرف جوزي كل اللي حصل، وعرفوا اني انا بتكلم مع واحد صاحب محل الموبايلات. فانا مرة واحدة اتفاجئ بجوزي بيتصل عليا وبيتكلم معايا بعصبية، وهزقني بمفيد كفاية، وكان عرفني ان هو عارف عني كل حاجة، وقال لي: نمني حاجتك وهدومك وروحي عيشي عند اهلك لحد ما ارجع، وانا هطلقك. وانا هنا كنت في كارثة كبيرة جدا، علشان انا كنت حامل من جوزي في الوقت ده، كنت كمان قربت اولد. علشان كده الموضوع بالنسبة لي كان صعب جدا، وما كنتش عارفة هقول لأهلي ايه. لكن عرفت ان جوزي عرف اهلي كل حاجة، وعرف اهله كمان،
على اللي حصل. فأنا كنت محرجة جدا سواء من أهلي أو من أهل جوزي. ولما رحت أعيش في بيت أهلي سمعت منهم كلام كتير مش كويس، ما كانش في حد فيهم بيكلمني، وكانوا زعلانين من اللي حصل، من اللي أنا عملته، بس ما كانش قدامي غير إني أستحمل، لأني أنا اللي عملت غلط، وكان لازم أدفع تمن غلطتي. ولفت الأيام لحد من جه يوم اللي حاولت فيه كان لازم ينزل علشان يستقبل المولود الجديد. فهو نزل وكان ناوي يطلقني، بس لما شاف ابنه وشاله بين ايديه واهله اتدخلوا وحبوا ان هم يصلحوا ما بيننا، فسمع كلام اهله رجعني تاني اعيش معاه في بيت واحد. وفي الوقت ده هو كان خلاص اخد قرار ان هو هيستقر في البلد، بس يا ريته كان طلقني، كان هيكون ارحم واهون من اللي حصل، لانه هو كان بيعاملني معامله وحشه جدا، وانا ما كنتش متوقعه منه حاجه زي كده، لانه كان طيب في الاول وكان بيعملني معامله كويسه جدا، لان الاول كان بيثق فيا، لكن دلوقتي مش واثق فيا ابدا. واحنا الاتنين عايشين تحت سقف واحد، لكن كنا زي الاغراب، مفيش اي حاجه بتحصل ما بيننا، ولا حاجه، ولا حياه زوجيه ولا اي حاجه، حتى السلام ما كانش متقبله مني. وانا قلت لنفسي انا فعلا غلطان، وهو كان عنده حق ان هو يزعل مني، وبدأت اهتم بنفسي والبس لبس خفيف. بس هو قال لي بصراحه انا رجعتك علشان خاطر ابني يعيش جنبي. ولفت الايام على كده لحد ان في يوم لقيته دخل عليا الشقه وكان معاه واحده بيقول لي سلمي على مراتي الجديده. فدي كانت بقى اكبر صدمه بالنسبه لي، لان هو بس مش متجوز عليا، هو كمان جاب لي ضرتي علشان تعيش معايا في نفس البيت. وطبعا حسيت بألم كتير جدا، وكنت بقول لو كان متجوز واحدة تانية وعايش معاها في بيت تاني كانت ممكن تبقى أهون بكتير من إني أكون شايفاهم قدامي. فلما لقيته مش سائل فيا خالص وعلى طول مهتم بمراته الجديدة، فطلبت منه العدل وقلت له شرع ربنا إنه بيقول إنك تعدل ما بيننا إحنا الاتنين. بس هو قال لي ده العدل اللي عندك، ومراتي الجديدة هي ما خلتنيش ولا حتى هي باصت لحد غير، بس انت اللي فهمتيني، فعشان كده كان لازم اتجوز عليكي. فانا فهمت ليه هو اتجوز عليا، وعرفت ان هو عمل كل ده علشان يدوقني مرار الخيانة اللي انا عملتها فيه. ومبقتش قادرة استحمل، وفي نفس الوقت مش عارفة ايه الصح، وانا بجد مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. وهنا بتكون قصة حكايتنا، وياريت تقولوا رأيكم في التعليقات وتقولي لي الحل. اشوفكم بإذن الله في حكاية جديدة.